صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. كل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم بقى في طريقة المولتو الجميلة ديت؟ بجد تحفة، تستاهل بقى منكم لايكات كتير قوي قوي يا حبايب قلبي. بدون فرن، بدون زبادي، بدون اي تكلفة خالص، هنعملها بكل سهولة. احسن ما بتشتريها بره، نجيب الكيس غالي ما فيهوش اي حاجة خالص. مش طبعا مش هيبقى ولا طعم ولا ريحة زي اللي بتعمليه في البيت. بجد تحفة، جميل جدا زي ما انتوا شايفين. الله على الجمال، مورق وجميل. بدون اي تكلفة وبدون اي تعب هتعمليه، مش هيكمل معاكي 10 دقايق وتكوني مجهزة الطبق الجميل ده. بوريكم كده، عايزين بقى تزينوه بشوكولاتة، عايزين تسيبوه سادة زي ما انتوا حابين يا حبايب قلبي. حابين بقى تسيبوه سادة، تاكلوه وتشربوا جنبه كوباية شاي بلبن او كوباية نسكافيه. بجد بيبقى جميل جدا، حلو قوي في الايام الساقعة ديت. حاجة بجد جميلة. يلا نسمي كده بالرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف بقى الوصفة بتاعتنا الجميلة دي. معايا نص كوباية من الحليب، معايا كوباية دقيق، معايا سكر، معايا دقيق اسفة خميرة. هاخد معلقة من الخميرة، نزلت بكل نص كوباية الحليب. مفيش حليب يبقى مية عادي. هحط كده معلقة كبيرة من السكر، هندوبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. طول ما الخميرة والسكر تدوب معانا، هننزل بكوباية الدقيق. هاخد نص معلقة كده زي ما انتوا شايفين بيكنج باودر. هندوب بقى الخليط كله معانا ما يدمج كله مع بعضه لغاية ما يدينا عجينة لينة كده. اشيل بقى المعلقة واعجن بايديا. عفوا على صوتي حبيب قلبي، تعبانة شوية زي ما انتوا شايفين كده. معلقة زيت واحدة، مش حابين تحطوا زيت تحطوا زبدة سمنة، اي حاجة المتوفرة عندكم. هنلم بيها بس العجينة كده، حلو قوي. هسيبها ترتاح. بعد ما ارتاحت معانا 10 دقايق حبايب قلبي، هفرد بقى كده على المفرش بتاعنا شوية دقيق، وهقسم العجينة بتاعتي ديت الى قطعتين قد بعض. هي العجينة بتلزق كده، اول ما ترتاح هتبقى تفرد معانا بكل سهولة. هغطيها برضو قبل ما اجهز بقى الحاجة بتاعتي تكون ايه ارتاحت شوية كده حبايب قلبي. ارتاحت، هفردها بقى كده. جميلة جدا، تفرد معانا بكل سهولة حبايب قلبي كده. حبايب انا بفردها كده معاكم كده بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اتفردت خالص كده بقى، هحاول بقى اعمل الاطراف بتاعه الفطيره معانا ديت. احاول اسويها كده بالقطعه بتاعه البيتزا ديت. بعتذر تاني حبايب قلبي عشان صوتي، تعرفين بقى جو اليومين دول برد شديد. هقطعها زي ما انتوا شايفين كده مثلثات او اي تقطيعه تدينا بس شكل كده مستطيل
زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. هشدها بقى كده كده قطعة قطعة كده، وهفردها وهبرمها برمة كلها مرة واحدة. هتدينا شكل جميل جدا، شكل المولتو الجميل. بصوا كده الجمال، مبتاخدش مننا وقت خالص، وهنعمل كمية جميلة جدا. انتوا شايفين كده حبيب قلبي، هو بيبقى حجمه كده بس هيتفرد معانا. تو ما نحطه في الزيت، احنا مش هنحطه كده حبيب قلبي في الفرن، احنا هنحطه بقى كده في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. هقفل معاكم واحدة واحدة كده، هنشدها ونبرم على قدام كده حبيب قلبي، بتدينا شكل جميل جدا. العجينة بجد طرية وجميلة. تنفعنا بقى في الأيام الساقعة ديت، هتقوم تحضريها مش هتاخد منك 10 دقايق وتكوني مجهزاها. جميلة جدا مع كوباية شاي، مع كوباية نسكافيه حبيب قلبي، بتبقى حلوة. أو حابة تزينيها زي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو، أو تسيبيها سادة، تنفع الاتنين. أو حابة تحشيها، أنا ما حبيتش أحشيها عشان خاطر هنشربها بشاي، نشربها بالنسكافيه زي ما انتوا شايفين. حابين بقى تحشوها جبنة، شوكولاتة، أي حشوة تحبوها تنفع برضو، وتعملوها بنفس الطريقة وتحطوا الحشوة بتاعتها وتبرموها برضو، هتبقى طعمها جميل جدا. اللي حابب كده يعملها او حابب كده يعملها برضو، هتبقى ماشية معانا وتبقى جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين انا فردت بقى كده تاني قطعة، هعملها أنا بنفس التشكيل اللي انا عملته ده. بحاول على قدر. بصوا كده العجينة بجد طرية جدا، انا بحاسب عليها خالص. خلص كده التقطيع كله، خبرهم زي ما انتوا شايفين. جميل جدا. بثبت بقى الحرف اللي هو المستطيل زي ما انتوا شايفين كده، وابرم على قدام. بصوا كده زي ما انتوا شايفين كده حبيبي، بتديني شكل جميل جدا اهو، حلو قوي. لازم الحته اللي فوق تبقى عريضه واللي تحت بتبقى اقل منها، بتدينا شكل المولتو الجميل، بيبقى حلو قوي، جميل جدا. حابين بقى تعملوا نصها كده او نصها محشي يكون نصها ساده، بيبقى حلوه برضو. اعملوها بنفس الطريقه، تحطوا الحشو وتبرموا زي ما انتوا شايفين اهو. مخدتش مننا وقت، بس نفس العجينه ونفس المقادير هتعمليها بنفس النظام. هخلص بقى الكميه كلها كده. خلصت يا حبيب قلبي، انا حاطه بقى كده زيت على النار، هسيبه يسخن. تو ما يسخن اهدي عليه النار خالص عشان خاطر ما ياخد المولت اللي معانا يستوي، ما ياخدش لون من بره ويبقى ني من جوه. هنهدي النار كده براحته، يستوي براحته وياخد لون براحته زي ما انتوا شايفين. حابين تهدوا اللون عن كده او تخلوه ذهبي زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى جميل جدا.
كده الجمال والحلاوة. ادت حجم حبيب قلبي في القلب الزيت. جميل جدا. حاجة كده بجد. لايكات بقى كتير. انتم مقصرين معايا يا حبايب قلبي في المشاهدة وفي اللايكات، على واني انا ما بقصرش مع حد فيكم. بجد حاجة كده يعني لازم نقف كده كلنا مع بعض، ونبقى جنب بعض ونشجع بعض عشان القناة هتكبر بيكم وليكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. حابينها بقى تخلوها كده او تزينوها زي ما انتم شايفين كده بالشوكولاتة، او تسيبوها سادة. بألف هنا والشفا على كل اللي هيجربها يدعيلي. وما ينسانيش باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.